مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير. الناس بقى اللي هي بتحتار كل يوم هنعمل غدا ايه، ان شاء الله جمعت لكم كده شويه اكلات وحلويات كمان في الفيديو دوت منيو كده للاسبوع. ان شاء الله يعني تاخدوا منه كده افكار، يعني شوفوا اللي يناسبكم واللي ولادكم بيحبوه اللي هتقدروا تعملوه، وخدوا كده مجرد افكار من الفيديو. فيلا نسمي الله كده ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونبدا مع بعض. مبدئيا دي فكره العلبه اللي هي بتاعه الطوارئ، يا ريت تطبقوها. انا قلتها في كذا فيديو قبل كده، بتنفع جدا في ايام ما يكونش انت عندك اكل او كده. بتطلعي بقى من العلبه ديت وتعملي زي ما انا عملت كده بالظبط في اول وصفه معانا النهارده، او اول حاجه انا عملتها. كان عندي بواقي بقى ايه شويه حاجات، وما تستغربوش بقى من المكرونه دي. بصوا، انا سلقت كميه كده من المكرونه لان انا هعمل صينيه كبيره. وكان عندي العلبتين دول في الفريزر. دول علب الطوارئ اللي انا قلت لكم عليها قبل كده. كنت عامله مره كبده كده، اللي هي دي كبده فراخ، كنت عامله كيلو واتبقى منها اللي انتوا شايفينه ده. حطيته بقى في علبه وغطيتها طبعا، وحطيتها بقى في الفريزر، وقلت هعملها مره كده مع مكرونه بصلصه او حاجه، مره يعني، او يعني بالعيش مع بطاطس محمره ومخلل. المهم يعني ايه، هتنفعني في اخر الشهر. وبرده كنت عامله مره شاورما، واتبقى عندي شويه اللي انتوا شايفينهم دول شويه صغيرين. فقلت هعمل مكرونه بشاميل. بس طبعا انا ولادي في يعني ابني الصغير مش بيحب الكبده خالص، فقلت هعملها نص كبده ونص فراخ. هي معروف ان المكرونه البشاميل بتتعمل باللحمه المفرومه، بس انا قلت ايه، هعملها كده وان شاء الله هتطلع حلوه. بصوا ده الباسكت دوت، انا بحط فيه الزبده، بقطعها كده مكعبات وبحطها عندي في التلاجة، وبسحب منها بقى على قد الاستخدام، يعني ايه، بتبقى احسن ما تطلعي المكعب كله على بعضه يعني. وده عندي اللبن اهوت، وهنعمل مع بعض بقى الايه صينيه المكرونه الغريبه العجيبه دي. بس والله طلعت طعمها حلو جدا ورضيت جميع الاطراف، كانت صينيه حلوه قوي والله. بصوا، حطيت حله هنا فيها الزبده على الزيت، وحطيت كمان الدقيق. الزبده بتحطيها نفس مقدار الدقيق، يعني حطيتي 3 معالق زبده تحطي 3 معالق دقيق، 5 معالق زبده تحطي 5 معالق دقيق. المهم تحطي شويه زيت كده مع الزبده علشان ما تتحرقش منك، وبنقلب كده مع بعض لحد ما الزبده والدقيق يندمجوا كده مع بعض ويتكتكوا كده. تروحي ضايفه اللبن. طبعا انا ما كانش عندي شوربه، لو كان عندي كنت ضفت نص لبن ونص ايه شوربه، بس انا ما كانش عندي شوربه بصراحه. وما بحبش استخدم مرقه الدجاج كتير بصراحه، فعملتها كلها باللبن. انا بحب البشاميل بصراحه يبقى خفيف مش تقيل. فزودت كده من اللبن، لقيت البشاميل تقل معايا كده شويه، فزودت اللبن كده علشان يبقى زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه كده، يبقى ايه مش خفيف قوي ومش ماسك نفسه، يبقى قوام متوسط كده. تمام. وبعد كده هحط بقى البهارات عندي، ملح وفلفل ورشه بسيطه جدا من جوز الطيب، بس كده اقلبهم مع بعض. وكان عندي كده معلقه قشطه كنت شايلاها برضو في الفريزر، فحطيتها بقى معاها كده. البشاميل بقى عندي جاهز اهو، والمكرونه سلقتها، جبت البايركس ودهنته كده دهنه من الزبده، وحطيت كبشتين كده من البشاميل. وهنا المكرونه كده ايه، اخدت معلقتين من الكبده قلبتهم مع المكرونه، ومعلقتين من البشاميل، وحطيتها في جنب كده. زي ما انتم شايفين. ما تستغربوش المكرونه بالبشاميل بالكبده دي، انا جربتها قبل كده والله وطلعت حلوه جدا. شويه مكرونه برضو قلبت فيهم معلقتين كده من الشاورما، وحطيت بقى الحشوه زي ما انتم شايفين كده في النص اهي. وكملت بقى باقي المكرونه، قلبتها برضو في الطبق اللي انا حطيت فيه البشاميل، وحطيتها بقى على الوش من فوق. وهحط دلوقتي بقى البشاميل. طالما عامله الكبده بطريقه حلوه ما فيهاش ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص، انا بغسلها بجنزبيل وليمون، ما بيبقاش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه خالص، وبشوحها كده بالثوم والفلفل، وبتبقى جميله جدا. عملتها قبل كده صينيه مكرونه بشاميل بالكبده، والله طلعت حلوه قوي، وكلها يعني كلهم عجبهم بصراحه المكرونه، والنوع من التغيير يعني. تمام. فانا اتصرفت بقى وقلت ايه هعملها، حطيت البشاميل اهو، ودهنت كده دهنه خفيفه من الزبده، وما كانش عندي
ما كانش عندي جبنه موتزاريلا كتير بصراحه، فدهنت كده دهنه من الزبده عشان احمر بس الوش بتاعها. ما بحبش احط بيض بصراحه، ومش قادره اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي، بجد ريحتها كانت تحفه وطعمها كان حلو جدا. اللي بيحبها بالكبده بقى كل، واللي بيحب بالفراخ كلها، وكانت حلوه جدا. وعملت شويه سلطه جنبها، وجبت كيس شيبسي، وكانت حاجه ساقعه، وكانت اكله زي الفل بصراحه من بواقي عندي في التلاجة، وما كلفتنيش اي يعني غير حاجات بسيطه. تاني يوم ده بقى كان اكل شعبي كده، عملت شويه طعميه بيتي وشويه سلطه. بس بص دوت علشان ما حدش بس يهاجمني، السلطه دي قبل ما الطماطم تغلى. طبعا انا الحاجات دي كنت عاملاها وجمعتها لكم في فيديو، يعني مش عاملاها الايام دي. وبيض مسلوق، شويه بطاطس محمره، وبتنجان مخلل، وكان في جرجير والحاجات دي. فالاكل دوت والله العظيم بيشبع جدا وبيبقى تحفه. تالت اكله معانا، بصوا انا يعني مرضتش اعمل رز، وعملت شعريه بنفس طريقه الرز، وشوحت الشعريه كده لحد ما احمرت، وضفت لها بهارات بقى. وعارفين اللي هو الكيس بتاع ال11 بهار ده، ضفتها عليها، وزودت شوربه. ما عندكيش شوربه بتزودي بقى ميه عادي وبتسويها زي الرز. وكان عندي كيس باميه عملته، وطبق بتنجان، وشويه بطاطس محمره، وكان فراخ على قد عددنا كده. و يعني دي كانت اكله. بصوا دي برضو تالت اكله معانا، كانت صينيه البطاطس دي، تقريبا دي رابع اكله. وشويه رز حبه وحبه، والشوربه دي كانت عندي بقى باقي في الفريزر، طلعتها. وعيش وسلطه وحلوه قوي زي الفل. ما مش عايزه صينيه بطاطس، اعملي صينيه كوسه. تقدري تعملي اي نوع خضار انتوا بتحبوه، مع شويه رز وطبق السلطه وعيش ومخلل، وبتبقى اكله زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص، ومن غير لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، وبتتقضى يعني. برضو الاكله دي كنت عاملاها والله قبل ما الطماطم تغلت. دلوقتي طبعا احنا ما بنعملش سلطه لحد ما ربنا ييسر كده ان شاء الله، والطماطم ترخص كده شويه بس. ودي كانت اكله اقتصاديه ما فيهاش اي حاجه خالص. بصوا هو ما بقاش في حاجه اقتصادي عشان ما اضحكش عليكم، برضو كل حاجه بقت مكلفه. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. بس اهو يعني بنحاول على قد ما بنقدر يعني نعمل اكل يكون كويس بتكلفه قليله شويه. برضو دي اكله بسيطه وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص، مكرونه وبطاطس محمره وطبق سلطه. طبعا البيض غلي جدا ووصل ل5 جنيه، فيعني اتقضت وكانت زي الفل برضو. ده سمك، يعني طبعا احنا بنجيب السمك على قد عدد الافراد. يعني كنا يعني الاول كنا بنزود بقى على عددنا سمكة او 2، دلوقتي بقى يعني بالعدد بالظبط. شوية رز بقى بني، وانا عملته معاكم قبل كده طبعا في فيديو. والسلطة ديت حلوة جدا، بضرب في الكبة طماطم وفلفل كده مع ليمون وخل، وبتبقى جميلة جدا. دي برضو يعني حاجة برضو اقتصادية جدا برضو. طبق المسقعة البتنجان دلوقتي برضو رخيص، مش غالي. ما تستغربوش البطاطس دي اساسي عندي، يعني الولاد بيحبوا البطاطس جدا المحمرة، فانا دايما يعني بسلقها قبل ما احمرها. وبيض، وده كان طبق مش كده، بضيف عليه بقى طحينه، وعايزه تضيفي بقى طماطم فلفل اي حاجه انت عايزه تضيفيها عليه، بحيث ان هو ما يبقاش حادق قوي. وطبعا العيش بتاع التموين. وكانت اكله بسيطه برضو وسهله وما فيهاش اي حاجه خالص ومش مكلفه. كده انا خلصت المنيو بتاع الغدا. تعالوا بقى نشوف افكار بقى لايه الحلويات نقدر نعملها لاولادنا في البيت. بس ما تنسوش تحطوا لايك. كانوا طالبين مني بقالهم فتره خليه النحل بالشوكولاته بصراحه، فقلت ايه هقوم اعملها واشارك معاكم بقى الفيديو كده عشان تقوموا تعملوها. بصوا انا عملت العجينه، فهقول لكم برضو بالتفصيل انا عملت العجينه ازاي. بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم بقى فعملتها وخمرتها كده. وهستخدم عندي شوكولاته سما دي انا لقيتها سعرها كويس جدا، كانت ب20 جنيه القالب دوت. يعني ارخص من دريم وارخص من انواع تانية كتير بصراحه، فقلت بقى ايه هستخدمها. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف عملنا العجينه دي ازاي. مقاديرها بسيطه جدا: 4 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من الخميره، ومعلقتين من اللبن البودره، و3 معالق زيت، ونعجن بميه دافيه.
ممكن كمان نضيف بياض بيضه للعجينه. انا جبت صينيه عندي وكسرت طبعا الشوكولاته وابتديت اخد من العجينه واحط قطع الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. تمام. اهم حاجه نسيب العجينه تخمر براحتها خالص. انا كنت عاملاها الصبح بدري بصراحه وسبتها يعني اخدت وقتها خالص لحد ما خمرت، وابتديت بقى ان انا اشكل فيها زي ما انتم شايفين كده. بنعمل كور كلها كده جنب بعض، وطبعا انا مسخنه عندي الفرن من قبلها، لازم الفرن كده يكون شغال. ونخلص بقى العجينه زي ما قلت لكم. ممكن تضيفوا بياض بيضه للعجينه. بصوا بقى، انا بعد ما شكلتها غطيتها كده بالفوطه 10 دقايق كده، وزي ما انتم شايفين حجمها اتضاعف كمان. فبصوا الخطوه دي كمان بتديكم نتيجه حلوه جدا، وهتطلع معاكم المعجنات هشه وطريه قوي. بصوا بقى، ما كانش عندي بيض فحطيت بقى ايه معلقه كاكاو على لبن. بس انتوا لو هتستخدموا البيض حطوا البياض في العجينه، والصفار سيبوه ادهنوا بيه وش المعجنات. بس طلعت برضو حلوه. دهنت بيها زي ما انتوا شايفين اهو، ودخلتها بقى الفرن. اول ما الحروف بتاعتي بقى لونها ذهبي طفيت الفرن وشغلت الشوايه عندي، اخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم بقى كانت جميله ازاي. الولاد كانوا فرحانين بيها جدا، كانوا قاعدين كل شويه يلا شوفي يلا شوفي العجينه خلصت ولا لا، علشان ياكلوا منها. بصوا بقى اللي انا بدهنه دوت عسل. كان عندي سيرب كده، كنت عامله جلاش وكانت بقى شويه كده، فقلت ادهن بيها الوش خليه النحل كده علشان تديها لمعه. ممكن تستغنوا خالص عن الخطوه دي. تمام. بس هي طريقتها سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه، والشوكولاته بتسيح معاكي عشان خاطر انا اتسالت قبل كده على الشوكولاته دي مش بتنشف. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هتبقى سايحه وجميله جدا. بس هي اصلا احلى حاجه فيها ان هي بتتاكل وهي سخنه، يعني ما تسيبوهاش لما تبرد. طبعا لما بتجمد الشوكولاته بتنشف فيها. ممكن كمان تعملوها وتحطوها عندكم في الفريزر، في علبة كده في الفريزر وتطلعوها. هتبقى برضو حلوة جدا، ما فيهاش اي مشكلة خالص. لو اتبقى ممكن تحطي الباقي في علبة في الفريزر. بصوا بقى قد ايه العجينة كانت، بصوا يعني قطنية وجميلة جدا. وعلى فكرة العجينة دي اقتصادية خالص، انا ما حطيتش فيها اي حاجة زيادة عن اي معجنات احنا بنعملها. يعني بصوا، هو الزيادة اللي انا حطيتها بس معلقتين لبن البودرة. تمام. انما هي دقيق وخميره وسكر، ولميت العجينه بالميه الدافيه، ما حطيتش كمان لبن، و3 معالق زيت ذره بس كده. وزي ما انتم شايفين طلعت العجينه حلوه جدا. اهم حاجه تسيبوها وتخمروها مرتين زي ما قلنا، مره قبل التشكيل ومره بعد ما تشكلوها. هتطلع معاكم النتيجه زي ما انتم شايفين كده، روعه بجد وحلوه جدا. طبعا انا اللي كنت بطلعه دوت كان في ولادي واقفين كانوا بياخدوا مني يعني ما كانوش صابرين. مش قادره اوصف لكم، تحفه تحفه جدا. فبدل ما يشتروا بقى المولتو والحاجات دي، اعملها لهم في البيت، بجد جميله جدا. وطريقتها برضو اقتصاديه، ما فيهاش اي تكاليف كتير. فاعملوها لهم، يعني هيفرحوا بيها جدا. وهتنفع كمان ان احنا داخلين على مدارس، فهتنفعنا قوي. دي تاني حاجه معانا. ممكن نعمل صينيه جلاش. طبعا الحلويات دي لما بنشتريها من بره بتبقى مكلفه، انما هي لو عملتيها في البيت مش هتكلفك يعني نص تكلفتها. وهتطلع معاكي حلوه جدا. صينيه الجلاش دي كانت بالكريمه وطريقتها سهله، وانا عملتها معاكم فيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في التعليقات ان شاء الله تشوفوه. دي كانت سهره كده خميس. كنت جايبه ازازه حاجه ساقعه، وكنت جايبه بقى فاكهه، عنب وتفاح وموز، وكنت عامله ترمس ولب وسوداني. وكان يوم بقى، يعني عايزه اقول لكم الترمس بيبقى حلو جدا لو جبتوا مثلا كميه وعملتوها للولاد، حلوه قوي. تسالي يعني، ممكن تجيبوا ربع كيلو او نص كيلو واعملوه وحطوه عندكم في التلاجة، بيبقى حلو قوي. ده برضو كان كريم كراميل. تقدروا برضو تجيبوا الباكت لو مش بتعرفوا تعملوه، وبتاع الدريم دوت، وتعملوه في البيت وبيبقى حلو جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، تكونوا اخدتوا منه كده افكار. ما تنسوش بقى تاخدوا لفه كده في القناه، هتلاقوا كل الوصفات اللي انا قلتها دلوقتي انا عاملاها بالتفصيل في فيديوهات ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.